المعجزات مش هتحصل غير ما تبقى مصدق نفسك، مش هتمر بالازمه اللي انت فيها غير ما انا اسف مصدق، يعني عندك يقين بوجود ربنا. نعم. عشان كده البني ادم اما بيدخل ربنا في حياته بنسبه كبيره بيبقى امن، مش خايف، لا خايف على رزقه ولا هو ربنا هيعديني من الحاجه دي، هتفرج، هتتحل، هيسر لي الحاجه، هينور لي النور هنا. فكره انك يبقى عندك الايمان ده ما بتقعش. مش احنا كنا بنتكلم على انك تلملم نفسك؟ اول حاجه هتخليك تلملم نفسك انك تستعين بربنا على الحاجه اللي انت بتمر بيها. امسك فيه خلاص، هو بقى يعني هو ربنا هيشدك، انت مش لوحدك. يعني انت سيدنا ابراهيم اما دعا قومه وبعدين في الاخر خلاص بقى يعني هيحطوه في النار. سيدنا ابراهيم ما كانش مستسلم، لا لا لا، بس كان عنده ايمان رهيب ان انا دوري عملته، وكان عنده ايمان ان ربنا هيتدخل. ومن كتر ايمانه ربنا ما اتدخل ما طفاش النار، لا لا لا، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، هعمل لك معجزه. فاما تعمل اللي عليك خلي عندك ايمان ان ربنا هيتدخل.